صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ لو انت لسه جديد في القناه او اول مره تشوف الفيديوهات اللي من النوع دوت يعني فاحب بس سريعا كده اعرفك بنفسي. انا اسمي ادم، مصري وهاجرت هنا استراليا من 7 سنين. عشت في سيدني اول فتره لما وصلت حوالي سنتين، وبعد كده نقلت هنا على ملبورن، داخل تقريبا في قالي 5 سنين يعني عايش هنا. بص كده بصه في القناه واتفرج على الفيديوهات. انا بعمل فيديوهات عن الحياه، عن حياتي هنا في استراليا، وشويه تجارب انا عشتها قبل كده، وبصور حياتي وشويه الحاجات اللي انا مثلا ازاي جيت هنا، فيديوهات عن الهجره، الحاجات دي كلها. بص كده بص على الفيديوهات، ولو عجبتك الفيديوهات تشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك الفيديوهات ان شاء الله اول باول. ولو عندك اي سؤال عن الهجره او الحياه او المعيشه هنا في استراليا، هتلاقي طريقه التواصل معايا تحت الفيديو في الديسكربشن. ولو عايز بقى مساعده مختصه مثلا بحاجه ليها علاقه بفيزا معينه، وعايز حد بقى قانونيا يقول لك تعمل ايه وتمشي ازاي، هتلاقي تحت الفيديو لينكات تتواصل بيها مع احسن محامي ووكيل هجره معتمد لاستراليا انا برشحه. اتواصل معاه على اي نوع فيزا انت عايزها، اساله عن اي حاجه انت عايزها، هيمشي معاك في الاجراءات، هيساعدك ان شاء الله ان انت تمشي في المعادله والقصص دي كلها. ولو انت عندك بقى مشكله في بعبع الهجره الانجليزي، برضو تحت الفيديو في الديسكربشن هتلاقي لينكات تتواصل بيها مع احسن مكان بيدي او بيعمل كورس البي تي اكاديميك في للهجره يعني لاستراليا. بي تي اي بيك ده احسن كورس اونلاين، ممكن انت تتواصل معاهم وتاخد الكورس ده عندهم. هيدربوك على كل التكنيكات الخاصه بازاي ان انت تجيب السكور، ازاي تعرف الكمبيوتر بيصحح ازاي، لان الامتحان ده بيبقى انت والكمبيوتر، مفيش شخص كده بيقعد يتكلم قدامك. فتواصل معاهم وشوف الكورس بتاعهم دوت. شوف حتى اراء الناس في الريفيوهات بتاعتهم على الفيسبوك بيج والويب سايت بتاعهم، هتعرف ليه انا دايما برشح ان دول احسن مكان واحسن سنتر انت ممكن تروحه اونلاين. فممكن تاخد الكورس من اي مكان بحيث يساعدك ان شاء الله تجيب السكور اللي انت عايزه في امتحان البي تي اكاديميك، اشهر امتحان انجليزي للهجره لاستراليا حاليا على الساحه. هل فلوس الهجره ممكن ان هي تروح عليك؟ الاجابه اه. في اي فيزا انت هتقدم عليها لاستراليا، من ارخص فيزا اللي هي فيزا السياحه لاغلى فيزا حاليا انا ممكن افكر فيها. في فيز تانية ممكن تبقى اغلى اللي هي فيز بتاعت الاهل يعني، بس اغلى فيزا حاليا في اللي انت تقدم عليها لاستراليا في السن بتاعنا اللي هو سن العشرينات والثلاثينات وكده، اللي هو يعني الناس اللي لسه بتبدا حياتها، هي غالبا من اللي انا فاكره ممكن تبقى فيها فيزا تانية يعني، بس هي فيزا البارتنر اللي هي ان انت تقدم لحد مثلا لو انت هتتجوز بنت من استراليا، او انت مثلا بنت هتتجوزي راجل من استراليا يعني شاب يعني. فايا كان انت هتتجوز حد او انت هتتجوزي حد، المهم ان انتوا بتقدموا الفيزا دي مع بعض، هي فيزا البارتنر اللي هي فيزا الزواج. والفيزا تكلفتها حوالي تقريبا دلوقتي ما بين 9 و10 آلاف دولار، دي اغلى فيزا. فلو انت بتقدم على اي فيزا، فيزا السياحه او فيزا البارتنر او اي نوع فيزا تانية لاستراليا، في بنسبه قليله ان فلوس الفيزا دي ممكن تروح عليك. لو بصينا كده دلوقتي على واحده مثلا من الفيز المشهوره هنا لاستراليا، هي تقريبا اشهر فيزا للهجره اللي هي فيزا النقط اللي بيسموها السكيلد اندبندنت فيزا. فلو دخلنا على الويب سايت كده اللي هو الويب سايت بتاع انواع الفيز كلها يعني، هنلاقي ان في سكيلد اندبندنت فيزا سب كلاس 189 اللي هي البوينت تيستد ستريم. ولو نزلت تحت كده شويه هتلاقي ان هو موجود البروسيس دي بتقول لك ايه الطريقه اللي انت او ايه يعني عشان تقدم على اي فيزا. البروسيس بتاعت الفيزا دي هي عامله ازاي. اغلب الفيز تقريبا زي بعض. واحده من او الطرق اللي أنا مثلا فيز الهجره بالذات يعني، دي اكتر حاجه الناس بتبقى خايفه منها شويه. انت اول حاجه لو انت ما اتفرجتش على سلسله الهجره بالعملي، روح اتفرج عليها، هتقول لك الهجره عامله ازاي. بس سريعا كده انت محتاج تكون محقق انجليزي بسكور معين، وظيفتك تكون مطلوبه، مخلص معادله ومخلص شويه اجراءات وتجميع ورق وكده، وبعد كده بتقدم ان انت معاك عدد نقط معين. حاليا هو لازم يكون اكتر من 65 نقطه. لما بتقدم ان انت معاك عدد النقط دي، مؤهل كذا، سني كذا، انجليزي كذا، سنجل ولا لا، معايا خبره كذا، كل الحاجات دي كده بتجمعها نقط، وبتشوف انت جايب 65 ولا لا. بتقدم حاجه اسمها اي او اي اكسبريشن اوف انترست زي ما هو كاتب لك هنا كده. check your occupation is a skilled occupation list you have 65 points you're eligible، يعني اتاكد ان وظيفتك اصلا مطلوبه للهجره ولا لا، وان انت معاك 65 نقطه. كل ده ما دفعناش لسه اي حاجه. بعد كده بتعمل حاجه اسمها اي او اي، كانك بتكلم حكومه استراليا، يا جماعه انا اسمي فلان، انا عايز اجي استراليا، انا محقق عدد النقط دي. ما بتدفعش برضو اي حاجه، كانك بتعمل زي كليم كده، بترفع ايدك، انا يا جماعه معايا النقط، معايا مثلا 70 نقطه، انا عايز اجي. ما دفعتش اي حاجه، كانك بتكليم، انت لسه بتقول. بعد كده بتقدم الموضوع ده، بتقدم اليو اي ده ببلاش برضه. هتلاقي كل الاجراءات اللي انت ممكن تعملها وكل حاجه في سلسله العملي بشرح فيها كل خطوه من دول بالتفصيل. بعد كده خلاص قدمت اليو اي ده، بتستنى بقى دورك يجي. هو في حاجه زي البول كده، كل الناس اللي مقدمه من كل حته في العالم بعدد النقط لكل انواع الوظائف، كل الناس دي كده بتتحط زي في زي بول كده، زي ايه،
زي طابور يعني كده، واللي فيه اللي نقطه اعلى هو اللي بيجي له الدعوه الاول، بيفضلوا بقى مثلا اللي جاله 80 الاول، اللي جاله 75، بعد كده ال 70، بعد كده ال 65، وكل شهر او كل فتره بيتبعت عدد دعوات وبيشوفوا هم بقى بينقوا. فانت هتستنى لحد ما تجيلك الدعوه بتاعتك، كل طبعا ما نقطك بتبقى اعلى كل ما فرص انت تجيلك الدعوه بتبقى اكتر. جات لك بقى الدعوه ان انت تقدم على الفيزا، يا باشا انت اللي قلت ان انت معاك 70 نقطه، انا بعت لك اهو الدعوه للتقديم على الفيزا، وريني بقى ال 70 نقطه اللي انت بتقولهم دول، ابعت لي الورق بتاعهم. عشان انت بتقول انت معاك 70 نقطه، ابعت لي بقى الخبره اللي انت بتقولها. انت قلت معاك خبره 5 سنين، وريني. معاك انجليزي كذا، وريني. سنك كذا، هات لي شهاده ميلاد تثبت. مؤهلك كذا، وريني ان انت عامل مثلا المعادله بتاعتك وان مؤهلك كذا. فانت بتبعت كل الورق اللي بيثبت ان انت معاك 70 نقطه ديت، وبعد كده حتى بيقول له gather your documents، جمع كل الورق بتاعك، وبعد كده apply for visa within 60 days of invitation. لما بيبعت لك الدعوه بقى ان انت تقدم كل الورق ده وتقدم على الفيزا، معاك 60 يوم ان انت ترفع فيهم كل الورق دوت، وكل ما يثبت ان انت محقق عدد النقط دي، وساعتها بتدفع بقى فلوس الفيزا. الفيزا دي حاليا ثمنها يا غليت عما انا كنت مقدم. طبعا هو بيقول لك هنا ستي بيرمننتلي، انت مقدم على اقامه دايمه، دي واحده من الفيز الثلاثه بتاعت الاقامه الدايمه زي ال 190 و 491، والتكلفه بتاعتها 4765 دولار. ساعتها انت بترفع كل الورق ده، وبتدفع ساعتها فلوس الفيزا. ايه اللي ممكن اولا ليه ممكن فلوس الفيزا دي تروح عليك؟ لو انت ما عرفتش تثبت للاوفيسر ان انت محقق عدد النقط دي بنسبه كبيره، هو عمره ما هيرجك الفيزا على طول، وعمره ما هيعمل لك ريجكشن كده على طول، لا هياخد ويدي معاك كذا مره. نادرا لما حد فيزته بتترفض او الفلوس يعني طبعا انت خلاص مجرد ما دفعت الفلوس يا هتجي لك الفيزا يا اما هتترفض، وكده كده الفلوس راحت عليك خلاص. فبس بنسبه كبيره عمره ما هيقول لك مثلا او هيرفض لك الفيزا على طول، هيبعت يسالك مثلا انت باعت مثلا انت معاك 5 سنين خبره، هو شايف ان في سنه منهم لا مش واضحه قوي، فهيبعت يسالك، وهيبعت لك مثلا على وليكن مثلا حاجات زي الانجليزي مثلا، دي مش هيبعت لك عليها لو انت عامل، الا لو انت ضاربها طبعا. طبعا لو انت ضارب اي ورقه بالذات الانجليزي، عشان في ناس كتيره كنت بسمع ان في سناتر او ناس انت ممكن تبعت لهم يضربوا لك شهاده ايلتس او كده، الكلام ده طبعا مفيش الكلام ده خالص، كل ده نصب. لو تعرف الموضوع ده حتى بعد ما انت جات لك الفيزا بتاعت الاقامه وجيت هنا عشت في استراليا، وتعرف عشان اي تحريات ان انت كنت ضارب ورق او في مصيبه عاملها وانت بتقدم، الفيزا هتتسحب منك. خلي بالك قوي من الموضوع ده. يعني وانت بتقدم كل ورقك لازم يبقى تمام وجاهز. ممكن مثلا تاخد الريسك شويه ان انت مثلا في 3 شهور ما عرفتش تثبتهم، بترفع لهم ورقه تقول انا ما عرفتش اثبتهم ليه، عشان شركتي كانت مرخمه، اصلا انا كنت في البروبيشن بيريود. وبرده هتلاقي في فيديو انا عملته هيظهر لكم هنا فوق عن كل حاجه خاصه باثبات سنين الخبره ده والتريكات، وازاي ان انا كان معايا 3 شهور ما كنتش عارف اثبتهم، ومع ذلك انا خدت الريسك وبعت، بس كتبت كده عريضه ان ليه ما عرفتش اثبتهم. بس لو انت يعني اكتر من 3 شهور او 6 شهور في موضوع شهادات الخبره ده بلاش احسن. بس اللي ممكن يضيع عليك فلوسك او يترفض لك الفيزا لو انت ضارب ورق او ضارب شهاده. لكن بنسبه كبيره لو انت ورقك كله تمام وفي حاجات بس محتاجه شويه استوضاحات، الاوفيسر هيبعت لك وهتوضحها له وخلاص، الا بقى لو في حاجه مصيبه كبيره. فعشان تتجنب ان انت اولا اجابه السؤال ممكن تروح عليك الفلوس، ممكن تروح عليك، بس عشان تتجنب ان هي تروح عليك اتاكد ان كل الورق اللي انت مقدمه انت كل حاجه واضحه متستفه، الورق مترتب، يعني مثلا الشركه الاولى، الشركه الثانيه، الشركه الثالثه، شهادات الخبره، السن، يعني ده حاسس اتعامل مع الاوفيسر اللي بيعمل لك القصه دي كده ان هو مش فاهم اي حاجه، وان انت بايه بتسهلها عليه، بتديله المعلومات بالمعلقه. بس ده كده كان فيديو النهارده، مش عايز اطول عليكم يعني. اجابه ان انت فلوس الهجره ممكن تروح عليك، ممكن. لو انت مقدم اي ورق مضروب، حاجه مزوره، ضارب حاجه. لكن بالنسبه لشهادات الخبره 3 شهور او 6 شهور ممكن تعدي، بس محتاج تكتب مثلا ورقه كده ملف وورد مثلا تشرح فيه ايه اللي حصل، وبرضه هيبقى فيها شويه ريسك يعني، برضه خلي بالك. بس مثلا انا كان خبرتي 5 سنين، كان في 3 شهور من ال5 سنين دول ما فيهمش اثبات حكومي، بس كان في ورقه من الشركه ان انا شغال فعدوها، وكمان انا كنت مقدم ساعتها ايميلات ان انا باين ان انا شغال ال3 شهور دول، يعني حاولت اظبطها والحمد لله عدت على خير. بس انا ساعتها كنت عارف ان انا باخد الريسك، ودي حاجه انا مش بنصحها، بس انا ساعتها انا كنت عايز اطلع يعني، كنت ما صدقت ان انا هتجيلي الفيزا ومش عايز استنى 3 شهور كمان. فاتفرج على الفيديو بتاع اثبات شهاده الخبره ده هيفيدك، واتفرج على فيديوهات سلسله العملي هتفيدك جدا في كل اللي انا قلته ده النهارده، هتعرف اكتر عن الهجره. ولو عندك اي سؤال وحابب ان انت تساله لي عن الهجره او الحياه هنا في استراليا، هتلاقي لينكات التواصل معايا تحت الفيديو في الديسكربشن. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.